لكل متتبعي قناة Everyday with نوال، مرحبا بكم وشرفتوني في فيديو النهاردة. تحية خاصة لكل الناس اللي انضمت للقناة. شكرا على الاشتراك، شكرا على انضمامكم، شكرا على تعليقاتكم، وشكرا على كلامكم الطيب. ولو اني مش من الناس اللي بتحتفل بالفالنتاينز، هابي فالنتاينز لكل العشاق، لكل المحبين. ربنا يملي قلوبنا بالمحبة، بالأخوة، بالصفاء، صفاء الروح. مناسبتي النهاردة من المناسبات اللي تدعوني للتوقف والتمعن في نعمة من نعم ربنا علينا، اللي هي محبة الناس، محبة الأصدقاء، ومحبة الأقارب. فما فيش حاجة تبعث الدفء لقلبي أكثر من اتصال هاتفي بأحد الأصدقاء أو الأقارب اللي بقالي مدة ما اتصلتش فيه، أو بقالي مدة ما شفتوش، أو قضاء بعض الوقت مع شخص قريب لقلبي. النهاردة الشخص ده هيكون هو أخي أمين، وفي بروجرام النهاردة هنتناول العشاء معا، وكذلك مش رايحين لحتة هنقعد كده ونتفرج على فيلم أجنبي ونقضي أوقات نستمتع فيها مع بعضنا. وأول حاجة في المنيو النهاردة هي السلطة. هنحتاج لعمل السلطة دي طبعا الخس أو السلطة وتكون متنوعة. هنحتاج لفراولة، لتوت بري أو بلو بري، هنحتاج لبيكين ويمكن تعويضه بالجوز، هنحتاج لخبز مقرمش. طبعا الفواكه والخضر كلها مغسولة، وانا طريقتي في غسل الخضر والفواكه هي حطها على مية. المية اكون منزلة فيها خل واخليها كده لمدة 20 دقيقة علشان الاوساخ والاتربة كلها تزول. ونبتدي بعمل السلطة. انا هعمل سلطة فردية. هجيب الاناء ده اللي انا كنت حطاه في الثلاجة لمدة ساعة او ساعتين، علشان الطريقة دي بتخلي السلطة جد طرية. هبتدي بوضع الخس كده، وهحط الفراولة، هحط التوتي بري، البيكنز او الجوز. البيكنز ده يعني طعمه بيكون احلى من الجوز، بس لو ما عندناش ممكن نستغنى عنه ونعوضه بالجوز. وهنحط الخبز المحمر، السلطة دي هنرافقها ببلو تشيز دريسنج. وبالطبق الرئيسي هتكون لحمة مشوية مع بطاطا كذلك مشوية وفطر. لعمل البطاطا عندي حبيتين من البطاطا، هكون نظفتهم جيدا بفرشاة خاصة، علشان انا من النوع اللي بيحب ياكل البطاطا بقشرها، لان كل المعادن وكل المكونات الغذائية بتكون في القشر. هاخد فويل وألمنيوم فويل، الجهة اللمعة من برا، وهنزل البطاطا كده
وابتدي اتركها بشوكة من الجوانب كلها. هعمل نفس الشيء للبطاطا الأخرى. بعدين ارشها بزيت كده من كل الجوانب، وابتدي ارشها بملح وفلفل. أعيد نفس الشيء من الجانب الثاني، أرش كده الفلفل والملح أنا بستعمل هيمالايان سولت بينك سولت علشان منافعها الصحية. والثاني انزل البطاطا الثانيه وابتدي اغلف البطاطا كلها بالفويل كده، واحطها على المشوات لمده ساعه كامله. من الخضر المرافقة لطبق النهاردة الفطري ده اللي هو بيسموه كده لاينز نيم. أنا عمري ما شفته ولا استعملت الفطري ده. أخويا جابه من محل كده بيبيع حاجات إكزوتيك. الفطري ده تمنه غالي، هو $32 للباوند. هوريكم كده شكله يبقى عامل ازاي. هو كان قال لي انه طعمه زي طعم السلطعون البحري او الكراب. الفطري ده علشان انا عمري ما طبخته فهعمله طريقة بسيطة كده. هغسله جيدا وهقطعه لحتت وهحطه في مقلاة مع شوية زبدة وشوية ملح وفلفل. بالنسبة للحمة أنا نظفتها ونشفتها كده وهحط عليها توابل ستيك. التوابل دي بشتريهم من عند الجزار. وهحط التوابل على جهات الستيك كلها او جهات اللحمه كلها، علشان يبقى طعمها كويس. والسيزن دي قوي التوابل دي فيها ملح وفيها كل الحاجات اللي الستيك هيعوزها. وهنزل اللحمة دي على الشواية على درجة حرارة مرتفعة علشان أكون طبقة خارجية. الطبقة دي هتحمي مرق اللحمة علشان يضل جوه. بعدين هنزل درجة الحرارة وهخلي اللحمة تستوي لغاية ما توصل درجة حرارة لما أقيسها من الداخل ل165 درجة. ما بقول لكم في بداية الفيديو ده انه محبة الناس نعمة من نعم ربنا علينا. انا لسه ما خلصتش الفيديو، جاني الباكج ده
والله ثم والله الباكج ده ما كان على بالي ولا كان على نيتي يكون طرف في الفيديو ده. الباكج جاني من واحدة من أعز صديقاتي، هي مقيمة في فلوريدا وبقالي مدة ما شفتهاش، لكن بنتواصل يوميا، إن ما كانش ممكن يوميا بنتواصل أسبوعيا، ولما كده بتجينا الفرصة بنشوف بعضنا وبنحاول نشوف بعضنا مرة أو مرتين في السنة. وأنا بقول لها من الفيديو ده شكرا 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 من قلبي على الهدية دي، وإن شاء الله تدوم المحبة بينا وتدوم الصداقة دي سنين أطول وأطول وأطول. وأنا حابة أشاركه الباكج ده فيه إيه، علشان كده هنفتحه سوا. ونيجي نشوف فيه ايه جوه في الباكج. فيه إيجاز وجبنة تشيدر تشيز، فيه شوكولات، وفي بسكوت مالح ومربى الفلفل مع البصل، ودول بيجوا مع الجبنة. في الباكج ده في ملبس، واخيرا في فشار بالشوكولات. وبعد العشاء وقبل ما نبتدي نتفرج في الفيلم الاجنبي، احنا متعودين نعمل شاي مغربي، والنهارده هوريكم طريقه عمله. باخد في الابريق ده باخد شاي اخضر، اكون غسلاه جيدا واحطه في الابريق. والشاي المغربي بيتعمل بنعنع، لكن النهارده هحط اعشاب منسمه اخرى زي المرمريه، النعناع اهو والمرمريه، وشويه زعتر. حط كذلك نسبة من السكر حوالي 5 معالق، وهحط مية مغلية واشعل عليه واخليه كده على نار هادية لغاية ما المية تغلي من تاني.